لم يتبقى سوى 6 أيام على موعد انطلاق بطولة كأس العالم التي تستضيفه قطر، إذ تتوجه أنظار الملايين حول العالم إلى الحدث الرياضي الأهم والأبرز، والذي سيجمع أهم أقطاب كرة القدم وأساطينها. ويحلم كل منا بالذهاب إلى قطر لمتابعة المباريات والجلوس على المدرجات وسماع صخب وصوت المشجعين من داخل الملعب. هذا الحلم راود شاب عراقي يعمل بصفة عامل نظافة، وأراد الذهاب إلى قطر لمشاهدة إحدى المباريات من هناك، فوجه نداءه إلى مقدم برنامج المجلس الذي يبث من قناة الكأس الرياضية، واسمه خالد جاسم، هذا هو. فوجد فيه أمله بالدعوة والاستضافة، فسجل مقطع فيديو لمناشدته تلك، عسى أن تصل إلى هذا الإعلامي المتميز الذي يقدم برنامج المجلس. أوجه رسالة حب واحترام وطيبة لدولة قطر وإلى المجلس، وخصوصا خالد جاسم أخوكم عامل نظافة. أتمنى وأود أن أشوف كأس العالم عندكم، لكن الأمور المادية لم تنفع معي، وأتمنى أن أشوف كأس العالم عندكم يا خالد جاسم وأخوكم عامل نظافة من العراق. وتحياتي للعراقيين الذي راح يوصلون هذا الفيديو إلى خالد جاسم. خالد جاسم أعاد تغريد مقطع الفيديو ونشره على حسابه الرسمي في تويتر. هناك صورة أعاد من خلال تغريدة الفيديو الذي تضمنه هذا المقطع الذي ظهر فيه هذا الشاب، وهذه هي التغريدة. قال فيه خالد جاسم في إعادة التغريد: والله والنعم فيك وفي أصلك وعلى راسي يا أخوي وأتشرف فيك. في حين أثار مقطع الفيديو الكثير من التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي وتحديدا تويتر، أفرز مئات التغريدات. هناك من تضامن وتعاطف مع هذا الشاب العراقي عامل النظافة الذي وجد في خالد جاسم أملا عسى ولعله أن يصل إلى قطر لمتابعة إحدى مباريات كرة القدم. أما التعليقات أو التغريدات فجاءت كالتالي، وهذه هي التغريدة الأولى التي ستظهر معكم على الشاشة، ونبدأها مع سحر. تقول سحر في تغريدتها: مع احترامي له، لكن إذا ما عندك إمكانية ماكو داعي لهذا الاستجداء وإحراج الناس. أكيد في كثير أشخاص راح يطلبون أو طلبوا مثل طلبك من الإعلامي خالد أو كادر المجلس، هم ناس إمكانياتهم أيضا محدودة، مو بنك مفتوح. ما عندك تروح القطر، اشتري مي وجهك واجلس في بيتك وشاهد كأس العالم، عيب كافي ذلل نفسكم. تعليق من ولاء حميد تقول أو يقول في تعليقه: يا ريت تكملون كرمكم عليه وتحققون حلمه، وأنتم منبع الطيب والكرم، لأنه إنسان مسكين وعامل نظافة وحالته المادية صعبة، وجزاكم الله عنه خير الجزاء. تعليق آخر من أماني تقول: لا أخي، كان عندنا عمال نظافة عراقيين لكنهم كانوا عايشين بخير وغير محتاجين، وعندهم قانون ونقابة تضمن حقوقهم ونظام صحي يناسب الإمكانية والعمل شرف، ونحن مجتمع يحث على العمل لأي كان وفي أي مسمى وظيفي ما دام الشخص قادر على الإنتاج. أيضا هناك مداخلة وتعليق آخر سيظهر على الشاشة من السلطان عبد الله، يقول: الأخ خالد جاسم، تحية لشخصك الكريم، يا ريت تكمل معروفك وياه وتوجه له دعوة لمشاهدة المباراة. أيضا مداخلة وتغريدة من الشهم، يقول الشهم في تغريدته: هذا الشاب طلب من عندك كابتن خالد أن تتكفل بسفره وحضور مباريات المونديال، لأن راتبه بسيط لا يكفي مأكل ومشرب لأسبوع، لذلك نتمنى أنت ومن معك أن تلبوا نداءه وتكمل جميلك بدعوته وبتحمل تكاليف حضوره. وبالنسبة لقيادتنا الرياضية غاسين إيدنا من عندهم.